ما في احد يمشي عكس السوق. بس لا تنسى في كلمه هنا قبل ما نقول يمشوا عكس السوق، هم السوق، يعني هم جزء من السوق. انت هو ما بيمشي عكس السوق، ما حد يقدر يمشي عكس السوق. لكن هو ايش قاعد يسوي؟ هو قاعد يهيئ لك، يمكن تكلمنا في هالموضوع امس. الان انا ما اقدر اتحكم، ما حد يقدر يتحكم في السوق. شوف اي سوق في العالم خاصه في النظم الراسماليه، انت قاعد تتكلم على سوق بورصه او عملات او غيرها، ترى هذه راسماليه بحت. من الغباء جدا انه يقول لك والله فلان قاعد يتحكم في السوق، طبعا ثاني يوم على طول حيتحقق معاه وحيتبهدل. اكشلي هم ما بيتحكموا في السوق، هم بيتحكموا في حاجه ثانيه. بيتحكموا في الايكونوميك اتموسفير نفسه اللي انت شغال عليه. بمعنى انت عارف ان المضاربات هذه كلها هي لعبه بين جريد اند فير، الخوف والطمع. هم قاعدين يهيئوا لك المناخ اللي انت يعني اليوم تسمع جرائد وتقرا، هو قاعد يهيئ لك مناخ اقتصادي معين يتحكم على سلوكك النفسي كمضارب، خوف او طمع او كمستثمر. واعطيت مثال امس بالليل بس حضرتك الظاهر ما كنت موجود. قلت يوم خفضوا التصنيف الائتماني الامريكي في رمضان اللي فات، انا كنت في القاهره على فكره، وجاء الخبر انه كانت ستاندرد اند بور او اس ام بي خفضت التصنيف الائتماني الامريكي من تريبل اي لدبل اي بلس. طبعا يعني من تريبل اي لدبل اي هذه مش معناها امريكا قاعده تفلس. من تريبل اي لدبل اي مش معناها امريكا قاعده ينخرب بيتها، لا. اللي صار الناس كلها جريت على الذهب. لو تتذكروا يعني كان الذهب كان عند ال 1840 اعتقد او 1860 على ما اذكر، طلع لل 1920 اظن، ورجع نزل $200 اللي وصل المستويات اللي هو فيها الحين. هذا رمضان اللي فات. ما هي لعبه، هو تحكم في مناخ اتموسفير معين، هذا سوق. ما اقدر ادخل يتحكم في السوق نفسه. ليش؟ لأن التحكم في السوق معناه احتكار، والاحتكار هي آفة الرأسمالية. هو يتحكم في المناخ الاقتصادي اللي أنت شغال فيه. فاهم؟ يتحكم لك في سيكولوجيتك. ليش؟ لأنه هو اللي معلمك. هو عارف إن أنت لو سمعت إنه والله خفض التصنيف الائتماني معناها فلايت تو كواليتي، معناها أمريكا بتفلس، روح يا ناس اشتروا ذهب. طب هم يبوا يبيعوا ذهب. أمام عملية كل بيع لازم تنفتح عملية شراء. ما حد يقدر يبيع من غير ما تنفتح. يعني ما أقدر أبيع إذا ما في واحد اشترى قدامي. الخوف طبعا بالضبط. فانا ودي افتح عمليات شراء عشان اقدر ابيع. طب شلون افتح عمليات الشراء هذه؟ اطلع لك خبر زي ده، والله خفض التصنيف الائتماني لامريكا من تريبل اي لدبل اي بلس. دبل اي بلس ترى هذا شيء جيد يعني ما هو شيء سيء. واعتقد انه هذه كنا نتفرج عليها زمان في التلفزيون ايام دريد لحام وغوار وما غوار، انه عنده شاي نوع من الشاي معين وما حد راضي يشتريه، فقام ايش سوى؟ بعت ناس على السوبر ماركت قال عندك الشاي الفلاني؟ يقول السوبر لا ما عندي. شويه بعد كذا يجي له واحد ثاني يقول عندك الشاي الفلاني؟ يقول لا ما عندي. فجاه يجي له واحد ثالث عندك الشاي الفلاني؟ لا ما عندي. فجاه يجي واحد يقول له انا بياع الشاي الفلاني تبغى؟ هات هات. في ناس كثير سالوا عنه. اكشلي وش سوى؟ هو خلق السوق حقه. فهمت الفكره؟ فاكر فيلم حق عادل امام الفنكوش؟ هذه هي فكره الفنكوش، انك انت قاعد تخلق سوق معين عشان تبيع سلعه او انك تشتري سلعه معينه بسعر افضل. هذا ذاتس ذا هول ايديا. لكن اللي ايش يحتكر السوق؟ ما حد يقدر يحتكر السوق. مهما كنت غني ومهما كنت مؤسسه ماليه ضخمه، انت ما تقدر تحتكر السوق. ولا نضحك على بعض، يعني الاحتكار هو آفة الرأسمالية. لكن انا ممكن احتكر لك الاتموسفير اللي انت قاعد تشتغل فيه، اقنعك، هيئ لك مناخ معين تشتغل تحته. مثلا بيقول لك والله زي ما صار الحين اليونان بتنهار بتفلس، كل الناس دخلوا شورت على اليورو. طبعا الانفسترز انا اعرف كثير ناس دخلوا شورت على اليورو اعتبار انه اليونان بتفلس، وبعدها ايطاليا وبعدها البرتغال. اليورو راح ينزل. اللي صار اليورو طلع ما نزل. اوكي ايفينشولي حينزل، مع الوقت راح ينزل، لانه لازم مع الوقت يديك الفير فاليو. لازم العمله او اي سكيورتي اي فاينانشال انسترومنت مهما طلعت او نزلت within time بوقت معين لازم تديك القيمه العادله لها، الفير فاليو لها.